ايه ده بجد؟ ده والله طلعت بتعمل فوم لطيف اهو، والكثافة بتاعته مش بطالة برضو، يعني برضو تقضي الغرض، يعني شكلها لطيف مش وحش. تعالوا اما انقل لكم كده تجربتي للفوامة البورتابل المحمولة من براند ماكسبريسو مصر، وكنت عرضتها كده في الفيديو اللي فات، لو حابين ترجعوا له للماشين نفسها بقى كلها ككل. وقلت لكم في الفيديو ده بقى هستعرض لكم الفوامة البورتابل بتاعة الماشين. طبعا الفوامة حجمها صغير مش كبير خالص، وشكلها فانسي كده وشياكة الصراحة، وهي مكونة من كوباية اكليريك شيك قوي، والخامة بتاعتها قوية وتقيلة، وفيها قاعدة كده بزرار باور ومخرج تايب سي، وبيجي معاها زي قطعة دائرية ستانلس كده، هوريها لكم دلوقتي علشان برضو تتفرجوا عليها. القطعة الستانلس دي هي المسؤولة عن التفويم أو تدوير الحليب، وجوه القطعة الستانلس دي برضو قطعة كده بلاستيك. واللذيذ في الموضوع ان احنا مش مضطرين برضو ان احنا نستخدم الكوباية الاكليريك اللي هي اصلا بتاعة الماشين البورتابل ماكسبريسو اللي انا عرضتها لكم في الفيديو اللي فات. لا كمان ده هي احنا ممكن ان احنا نغير اصلا الكوباية الاكليريك دي باي كوباية القاعدة بتاعتها نفس الحجم بتاع القاعدة السوداء دي، بحيث ان احنا نقدر نحطها نعمل لها اتاتشمنت على القاعدة السوداء، ونقدر ان احنا نفوم الحليب عادي جدا. يعني كوباية نفس الحجم او القطر بتاع القطعة السوداء اللي انا ماسكاها في ايدي دي دلوقتي، بتتحط برضو بالشكل ده مكان الكوباية الاكليريك، ونقدر ان احنا نفوم الحليب عادي جدا. ودلوقتي انا هجيب لكم الماشين اللي هي ماكسبريسو ام 3، ونعمل شوت اسبريسو كده، ونجرب بقى التفويم بتاع الحليب بتاع الفوامة. طبعا انا كنت عرضت لكم كل حاجه عن الماشين دي وتفاصيل عنها في الفيديو اللي قبل ده على طول، لو حابين ترجعوا له. وعلى فكره الكوبايه الاكليريك دي اصلا بتاعه الماشين، يعني لو انتوا جبتوا الماشين بتقدروا ان انتوا تشتروا مثلا اضافي القطعه بس القاعده، واللي هي القطعه الستانلس الموجوده، وتستعملوا الماشين والفوامه. طيب ماشي، لو انتوا بقى اصلا مش عايزين الماشين وعايزين الفوامه بس، تقدروا بقى تشتروا الثلاث قطع مع بعض، اللي هي القاعده والكوبايه الاكليريك واللي هي القطعه الستانلس دي لوحدها بسعر 800 جنيه. تمام. طبعا انا دلوقتي بسخن الميه علشان خاطر احطها في الماشين، ونبدا بقى نعمل الشوت بعد ما حطيت الكبسوله اصلا في الماشين. الغلايه دي كانت اسمها ستريكس، اللي هي لونها ابيض هناك دي على الشمال. كنت برضو عملت عنها فيديو قبل كده، لو حابين ترجعوا له وتتفرجوا على الغلايه دي. بصراحه ممتازه جدا جدا جدا، والسعر بتاعها كويس جدا مقارنه بالحاجات اللي هي شبهها في السوق. وفيها اوبشنز كتير جدا جدا بصراحة، على قد سعرها دي قيمة مقابل سعر. طبعا انا استخدمت اللي هو حليب المراعي. انا بحب طبعا النص دسم، لا بحب الكامل الدسم قوي ولا بحب الخالي الدسم، بحس النص دسم كويس بالنسبة لي. بس طبعا انتوا ممكن تستعملوا كامل الدسم عادي جدا. هشغل بقى اهو الفوامة زي ما انتم شايفين من زرار الباور، وابتدى اهو اللبن او الحليب بيلف يعني في الكوباية الاكليريك، وبستخلص الشوت نفس الوقت في كوبايه كده صغيره. طبعا الكبسوله دي ما فيهاش كريمه كتير ولا بادي شديد قوي، يعني لان هي اصلا كبسوله فليفر، يعني كان طالبه معايا كده لان كان بالليل، وكنت حابه ان انا اشرب حاجه كده تكون خفيفه ما تسهرنيش وبطعم فليفر كده لذيذ. بس كده يعتبر خلاص، هي ما بتاخدش وقت، يعني ثواني معدوده بالظبط، مثلا 10 ثواني بكتير، وبيكون القوام جاهز، او يعني خلاص الحليب جاهز، وما بتقبلش ان هي تستخدم تاني الا لازم ترتاح شويه. هجيب بقى كوباية كده واصب الحليب في الكوباية. بس انا حسيت ان المرة دي، يعني انا هجرب لكم التجربة بعدها على طول في نفس الفيديو، اول مرة ما ظبطش معايا قوي. تمام، ده بالنسبة لي عشان انا برضه اكون امينة معاك، اول مرة ما ظبطتش معايا قوي، معرفش هو السبب من ايه بالظبط. لكن برضه هوريكم دلوقتي. يعني كان الفوم خفيف خالص خالص لا يذكر تقريبا، لما نزلت حتى عليه بالشوت وحسيت ان الدنيا مش افضل شيء قوي، يعني مع ان اصلا يعني درجه حراره الشوت ما كانتش يعني اللي هو سخنه، فمثلا تضيع لي الفوم او كده. فده كان الاول تجربه، وده كان شكل التجربه. فانا قلت لا، مش هيأس واجرب تاني، جايز انا مثلا عملت اي خطوه غلط او حاجه. فتعالوا نجرب مرة كمان بعد التجربة دي. هجيب تاني برضو الكبسولة، واعمل كل الخطوات اللي انا عملتها قبل كده. بحط طبعا الكبسولة في الادابتر بتاع الماشين،
وبقفل عليها كويس جدا. وبعد كده هحط طبعا الادابتر في الماشين علشان ابدا استخلص الشوت بتاع الاسبريسو. بس كده. وانا اصلا كنت مجهزة يعني الفوامة ومحطوط فيها الحليب علشان انزل عليه بالشوت. شغلت الماشين طبعا علشان تبدأ ان هي تحضر لي الشوت. وهشغل برضو الفوامة دلوقتي في نفس الوقت برضو بتاع الماشين كده. وخلينا نشوف ايه اللي هيتم بالظبط. طبعا الفوامة زي ما انتم شايفين اهو ابتدت تشتغل، واللبن ابتدى يدور في الكوباية بتاعة الاكليريك. والشط اهو ابتدى ينزل. المرة دي حسيت اهو ان الكثافة بتاعة الحليب ابتدت تطلع لفوق شوية، كذا سنتي لفوق شوية. فاعتقد كده حاساها هتطلع كويسة المرة دي. وشايفة اهو يعني شوية فوم كده لذيذ. هجيب لكم زي معلقه. انا هو دلوقتي طبعا ايه بلف لكم الكوبايه برضو عشان تشوفوا، بس انا هجيب لكم برضو معلقه دلوقتي علشان تشوفوا. انا المره دي حاساها لذيذ جدا بصراحه، يعني الفوم كويس جدا جدا جدا. الكثافه بتاعته كويسه والقوام بتاعه تقيل مش خفيف. فالحمد لله المره دي ظبطت. بس انا برضو لغايه دلوقتي لسه ما اعرفش انا عملت ايه الخطوه اللي فاتت غلط. فالمره دي لا، حاساها بصراحه ان هي كويسه جدا وظبطت. فوالله يعني لذيذه خالص. يعني دلوقتي بقى هفرجكم من غير بقى ما نعمل اي شطات ولا من غير ما نحط حليب تاني ونجرب التفويم نفسه. اوريكم ان انا القطع اللي هي الدائريه الستانلس دي ينفع احطها على اي كوبايه عندي نفس القطر او اقل في القطر حاجه بسيطه. بس اهم حاجه ما يكونش القطر اكبر من القاعده اللي هي لونها اسود. و يعني القطع دي بتلف عادي في اي كوبايه. وبتعمل لنا اللي هو القوام بتاع الحليب والتفويم عادي جدا بطريقة سهلة وبسيطة. يعني مثلا لو انت مش عايز تستعمل الكوباية الاكليريك وعايز تستعمل كوباية تانية او كوباية اكبر من حيث الطول مش القطر طبعا، فتقدر ان انت تفوم بيها عادي جدا. والفوم يعني ما حسيتش ان هو ابتدى يهبط قوي للدرجات دي. بس يعني اي فوم عامه بابلي او ايري او فومي او كده، مش الكريمي، معروف ان هو بيبدأ يهبط مع الوقت شوية بشوية. بس كده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وقدرت اقدم لكم ملخص تجربتي على الفوامة البورتابل المحمولة الصغيرة من توكيل ماكسبريسو مصر. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستعرضت لكم كل حاجة. لو حابين تسألوا عن اي شيء طبعا اتفضلوا في الكومنتس. بس بليز ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد وتجربة جديدة. الفوامة موجودة زي ما قلنا في توكيل ماكسبريسو مصر. ليهم طبعا بيج على الفيسبوك وتقدروا تسألوهم عن اي معلومات تانية اكتر. وبرضو تقدروا ان انتوا تشتروا منهم دايركت لو عجبتكم وحابين ان انتوا تجيبوها. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.